والآن نعود سيداتي سادتي حضرة النظارة الكرام مع الفتاة اللطيفة الصغيرة صاحبة الصوت الرخيم نادية بن يوسف. يلا يا نادية. أهلا بيك يا نادية. راح تغني على ما يظهر لي أغنية عصرية. أغنية عصرية عنوانها اليتيم من ألحان أستاذ معطي بشير. دايما هو أبوكم طبعا في الموسيقى في الفن. وكيفاش حتى تغيرتي يعني عملتي هذا الانقلاب بين الأغنية التقليدية والأغنية العصرية؟ يعني حاولت كيفاش تكون إمكانياتي في العصرية، يعني تحاولي أنك تقارني بين العصري والتقليدي. نعم. نتمنى اللي تكوني موفقة فيهم، وأنا لي ثقة كبيرة فيك وفي صوتك وفي إمكانياتك. تفضلي نادية أمام المذياع. إن شاء الله تفرح يا مسكين وتعود لك ليام الزينة. لحنينا بنات والذكرى بقات، لحنينا بنات والذكرى بقات، رجع وحداني بقلبه لحزين، ليل على النهار دموعه سيلين. وتزول عليك الغبينة الزينة وتفرح يا مسكين. شكرا نادية، شكرا. اهلا اهلا اهلا. وش هالتلحين يا بشير؟ دائما محتفظين بروح الكلاسيكيه. اما صوت خام جميل بشكل موش معقول. لو كان ما هو جميل ما نحنولوش. بلبل. والله انا لي امل كبير يعني في نادية انها تصبح اكبر مطربة، واتمنى لها النجاح من كل قلبي من كل شعوري. بارك الله فيك يا بشير، وشجع هذا الشبان، كل هذا الشبان والشابات، واللي يستحق التشجيع فهو يشجعنا لكي نشجعه. هذا واجب كل ملحن جزائري. طيب شكرا. نهنيك يا نادية، بارك الله فيك عزيزتي، موفقة إن شاء الله.